بعيدا أيضا عن الكارثة في ليبيا كما تحدثت الجارديان، لما تحدثت به الاندبندنت أيضا من سباق مع الزمن للعثور على الناجين من زلزال المغرب، حيث يقترب عدد القتلى من 3000 شخص. أيضا ما الذي يحتاجه المغاربة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط هذه الكارثة أيضا؟ طبعا تقرير الاندبندنت، وبالمناسبة أستاذ جهاد، الصحافة الغربية والصحافة البريطانية تحديدا أولت اهتماما غير مسبوق لما جرى في المغرب منذ اللحظات الأولى. وعامة الصحف الغربية عندما يتعلق الأمر بكوارث إنسانية عادة ما تشتغل بشكل دقيق على مثل هذه الكوارث، وأيضا بتصويرها من مختلف الزوايا. صحيفة الاندبندنت تتحدث عن المتابعة المادية والإنسانية والفنية لمعالجة تداعيات الزلزال. تقول بأن عدد القتلى حتى الآن قارب 3000 نسمة، وأن ما يوازيها من الأعداد من الجرحى، وأن جزءا كبيرا من هؤلاء الجرحى في حالات خطرة. وتقول الاندبندنت بأن السلطات المغربية ربما بذلت جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى المناطق النائية والمناطق المتضررة من الزلزال من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنها تحدثت عن أن صعوبات مناخية كبيرة كانت تحول دون الوصول إلى المناطق النائية، وأن سقوط الصخور من الجبال وانقطاع الطرق أو انسداد الطرق المؤدية إلى هذه التجمعات السكنية في مناطق نائية حالة دون جهود الإغاثة، وأنه على الرغم من استخدام الطائرات المروحية من أجل إيصال المساعدات فإن ذلك لم يمكن سلطات الإنقاذ من الوصول بشكل سريع إلى هذه المناطق النائية، وأن كثير من هذه التجمعات السكنية ظل لساعات طويلة دون وصول ليس فقط فرق الإنقاذ وإنما أيضا دون وصول المساعدات الإنسانية الأولية اللازمة. تقرير الاندبندنت يقول بأن السلطات المغربية عبأت كل إمكانياتها الصحية والفنية، نعم، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي وصلتها من مختلف دول العالم الصديقة والتي قبلتها. بالطبع السلطات المغربية مكنتها من إنقاذ عدد كبير من المواطنين المغاربة الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي انهارت بسبب الزلزال، لكنها أيضا بسبب كما أشرت الصحيفة إلى وعورة المناخ وصعوبة الوصول إلى هذه التجمعات السكنية، فإن ذلك لم يمكن أو حال دون السلطات المغربية وإنقاذ هؤلاء. حتى الآن تقول الصحيفة بأن عدد الضحايا كما أشرت وصل يبلغ حوالي 3000، وأن عدد قريب من هؤلاء أيضا هم من عداد الجرحى. لكن الأخطر والأكثر إيلاما أن من تبقى من الناجين الآن هم في حالة أوضاع إنسانية ربما مأساوية، ليس فقط بسبب الأوضاع النفسية لأنهم فقدوا كثيرا من عوائلهم، وإنما أيضا بسبب سوء وتردي الأوضاع الاجتماعية وعدم وجود مساكن لإيواء هؤلاء ولا حتى موارد رزق، وهو ما يتطلب جهودا ربما جبارة. فضلا بطبيعة الحال إلى عشرات بل ربما مئات المفقودين أيضا ضمن هذا السياق. نذهب إلى 2000 شخص بعد تعرض مدينة ليبية لفيضانات عاصفة كارثية. يبدو أن غضب الطبيعة قد طال بالتزامن في المغرب وكذا في ليبيا. ما طبيعة ما جرى في ليبيا بحسب تقرير الجارديان؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والترحم على أرواح الذين قضوا سواء في زلزال المغرب العنيف الذي ما زالت السلطات المغربية مدعومة بجهود دولية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، وأيضا الكارثة الطبيعية الأخرى التي حلت في شرق ليبيا وبمدينة درنا التي يبدو أن أحياء بكاملها قد سويت بالتراب، أن هذه العمارات في بعض التقارير قد حملت أيضا على
كف المياه إلى أنهار البحار بكل ما تحمله، ليس فقط من عتاد وإنما أيضا من بشر. تقرير الجاردن تقرير سوداوي ومأساوي إلى حد بعيد، يتحدث ليس فقط عن غضب الطبيعة كما أشرت أستاذ جهاد، وإنما يتحدث أيضا عن غضب الإنسان من أخيه الإنسان، ويتحدث أيضا عن تداعيات الخلافات السياسية التي تعصف بليبيا منذ العام 2011، تاريخ التخلص من الاستبداد، وكيف أن هذه الخلافات عرقلت أو ساهمت في تعثر الجهود من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مدينة درنا. يتعلق الأمر إذن بكارثة طبيعية، بعاصفة قادمة، عاصفة دانيال القادمة إلى شرق ليبيا، والأمطار الغزيرة التي بدأت تتهاطل على ليبيا منذ نهاية الأسبوع المنصرم، والتي بلغت أوجها فجر الاثنين عندما تم انهيار سدين قديمين في مدينة درنا التاريخية، التي أيضا يسكن بها وفق تقرير جاردن ما يقرب من 100,000 شخص، ولا تعرف التقارير إلى حد الآن بما في ذلك التقارير الرسمية عدد الذين قضوا، رغم أن التقارير أو المعلومات والتصريحات الصادرة من كلا الحكومتين المتوازيتين، سواء حكومة دبيبة في الغرب الليبي أو حكومة البرلمان في الشرق الليبي، لا يعرف إلى حد الآن عدد الذين قضوا أو عدد الذين يعتبروا الآن من المفقودين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع خدمات الاتصال بشكل كامل بمدينة درنا، حتى أن كثير من التقارير تقول بأن الطريق الوحيد الأيسر والأسلم الآن للوصول إلى درنا وإيصال المساعدات وأيضا مجموعات الإنقاذ يمكن فقط إلا عن طريق البحر، وبالتالي فكل الجهود الآن وكل المعلومات هي معلومات وقتية وآنية وهي تقديرية وفق تقرير الجاردن تتحدث عن أن مدينة درنا أو هذين السدين القديمين وكلاهما لم يخضع لتحسينات، وقالت الجاردن بأنه خلال السنوات الماضية وبسبب الخلافات بين السياسيين الليبيين أو بين شرق ليبيا وغربها وسيطرة الشرق الليبي أو قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على الشرق الليبي وتحديدا على درنا وسرت، وأن كلا المدينتين سرت ودرنا تعرضتا إلى اختراق الجماعات المتطرفة أي تنظيم الدولة، وأن القوات التي أسهمت في إسقاط تنظيم الدولة أو استئصال تنظيم الدولة من هاتين المدينتين درنا وسرت هي قوات شرق ليبيا، وبالتالي ظلت هذه المدن تابعة لسيطرة وهيمنة الشرق الليبي، وأن هذه الخلافات بين الشرق والغرب أسهمت في عدم الاستثمار في تأسيس البنية التحتية ودعم البنى التحتية التي يمكن أن تسهم في منع وقوع مثل هكذا أضرار أو التنبؤ على الأقل يمكن هكذا أضرار ومحاولة محاصرتها والتخفيض من عدد ضحاياها. تقرير الجاردن يقول بأن التوقعات الآن والتقديرات، تقديرات الأمم المتحدة وتقديرات أيضا الحكومتين المتخاصمتين في ليبيا تشير إلى أننا أمام كارثة وأمام مدينة بالفعل أصبحت منكوبة، وأن الحكومتين اتفقتا على توصيف مدينة درنا بأنها مدينة منكوبة، وطالبت جميعها بالمساعدات الدولية من أجل إيقاف نزيف الخسائر البشرية. تقرير الجاردن تحدث عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض أيضا جهود فرنسا من أجل المساهمة في التخفيف من معاناة الليبيين في مدينة درنا، لكن كما أشرت وكما تشير تقرير الجاردن فإن الصعوبة ليست فقط في وجود المساعدات التي توفر عليها الليبيون بشكل كبير، حيث أن السفن انطلقت من عدد من الموانئ، وأن المطارات كما تقول الحكومتان الليبيتان الآن أصبحت جميعها في خدمة هذه الكارثة الإنسانية لمساعدة الليبيين المقيمين هناك، وإنما الأمر يتعلق الآن بكيفية الوصول إلى هذه المنطقة وكيفية التخفيف أو ربما إزالة العزلة التي تعيشها مدينة درنا هذه الأيام. ربما
والأهم من كل ذلك أن مثل هذه الكارثة الآن سوف تفتح ليس فقط عيون الليبيين، وإنما عيون حتى المسؤولين الليبيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية والسياسية المعنية بالشأن الليبي وبالشأن الأفريقي عامة، بأن الاستمرار في عدم إيلاء الاهتمام اللازم لحل الخلافات السياسية من أجل التوجه إلى العناية بحياة الناس والمواطنين بشكل أساسي ربما لم يعد مجديا، وأنه لا بد من صرامة وجدية في التعامل مع هذه الخلافات، وأيضا من صرامة وجدية في التعامل مع أو الاستعداد لمواجهة مثل هكذا كوارث. كل التقارير كما تقول الجارديان لم تكن تتوقع مثل هذه الكارثة، وكل التوقعات أيضا لم تكن تشير إلى أن السد القديمين في مدينة درنا، وهذا النهر الذي يشق مدينة درنا على طول 50 كيلومترا تقريبا،